سفاح نابل أكثر السفاحين رعبا في تاريخ تونس، وتفاصيل عملية إعدامه الرهيبة بشهادة لمنفذ عملية الإعدام. دخل الرعب في قلوب التوانسة في الثمانينات. حكايته صدمت أكثر من جيل. أشهر سفاح عرفته تونس ومن أكبر سفاحي العالم في القرن العشرين. من هو سفاح نابل؟ هو الناصر الدامرجي، والمعروف عند العامة بسفاح نابل، أشهر سفاح وقاتل متسلسل في تاريخ تونس. ألقت جرائمه البشعة الرعب في قلوب التونسيين أواخر الثمانينات. قتل سفاح نابل 14 طفلا بعد الاعتداء عليهم جنسيا، وينضاف إليهم ابن خطيبته السابقة الذي نكل بجثته انتقاما من والدته. كل هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم سوى أنهم تواجدوا في طريق هذا السفاح الخطير. غربت ولات معناها تنجم تقول شبه نقطة حقد فهمتي متكونة بيني وبين مجموعة. سفاح نابل بعد أن ألقت الوحدات الأمنية التونسية القبض عليه واعترف بكل ما هو منسوب إليه من تهم، تقرر تنفيذ حكم الإعدام في حقه سنة 1994. أعدت مجلة ليدرز عملا ضخما حول عقوبة الإعدام في تونس، تضمن شهادات حية، ولعل أهمها شهادة منفذ أحكام الإعدام في تونس، والذي خصص جزءا من حديثه عن سفاح نابل. وقد تحدث منفذ حكم الإعدام على سفاح نابل عن تفاصيل رهيبة، حيث قال أنه عندما فتح رفقة زميله باب الزنزانة التي يوجد بها سفاح نابل وأسرع بالهجوم عليه ووضع يديه وراء ظهره، تفاجأ سفاح نابل، ولكنه سرعان ما استوعب ما سيقع له وعرف أنه في طريقه للمشنقة. ويروي منفذ حكم الإعدام أن سفاح نابل كان بالكاد يقف على قدميه اللتان كانتا ترتعشان وترتجفان بقوة، وكان لسان سفاح نابل يردد: يا رب سامحني، يا رب سامحني. وبعد عرضه على مكتب القاضي وممثل عن الحالة المدنية والإمام والطبيب، توجه منفذ حكم الإعدام بسفاح نابل في اتجاه قاعة المشنقة، بعد أن دخن سفاح نابل آخر سيجارة في حياته. وبعد وضع المعصب على عينيه والحبل حول رقبته، كانت الساعة تشير إلى 3:15 صباحا، وكان الصمت يخيم على أرجاء السجن. وبعد الإذن بالتنفيذ، قام منفذ حكم الإعدام بفتح فوهة مصطبة المشنقة ليسقط سفاح نابل ويبقى متعلقا بالحبل. لكن الأمر الرهيب أنه في العادة بعد 5 دقائق كحد أقصى يموت المشنوق، لكن مع الناصر الدامرجي سفاح نابل حدث أمر لم يحصل طوال سنين عملي، حيث بقي حوالي 13 دقيقة حتى غادرت روحه الجسد، ومات أخطر سفاح في تاريخ تونس. ويرى البعض أن طول هذه المدة وهو معلق في حبل المشنقة كانت جزاء من الله لتطول فترة عقابه وآلامه الرهيبة طوال 13 دقيقة حتى فارقت روحه الجسد.